السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مشروب من مشروبات رمضان اللي هو العرقسوس. ادي كمية العرقسوس اللي احنا هنعملها، وعندنا كربوناتو وعندنا مية. هنشوف الطريقة. اولا هنجيب العرقسوس اللي احنا هنعمله ونضيف عليه ربع معلقة كربوناتو، وهنشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان، ربنا يعود عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. يا رب يفك ضيقة إخواننا الفلسطينيين في هذه الأيام المفترجة يا رب. فضلا وليس أمرا، ممكن تفعلوا لنا زر الجرس والإشعار عشان يوصلكم منا كل جديد. أدي العرقسوس، وأدي ربع معلقة الكربوناتو، مش هنكتر طبعا الكربوناتو عشان الكربوناتو لما بتكتر بتعمل مرارة في العرقسوس. وهنجيب كده اهو. من الأخطاء الشائعة في عمل العرقسوس إن إحنا بنغمر مية كتير، لأ، مفترض إن العرقسوس يا دوبك يتنسم، يتحط له كده مية مش كتير، عشان خاطر دي من الأسباب اللي بتخليه ما يمررش. نحط مية كده اهو ونبسه بالطريقة دي. ونتأكد إن كل حبة من حبات العرقسوس وصلها كربوناتو ومية. هو شرط إن تبقى المية مش كتيرة. وبعد كده هنعرفكم ايه الخطوات اللي هنعملها بعد كده. إذا كل حبات العرقسوس اتغلفت هنحطه بقى، نغطيه عشان خاطر الحشرات اللي في البلكونة أو دبان أو كده. هنغطيه بشاشة أو بحاجة تحجب يعني وصول الحشرات ليه. وهنحطه يتخمر من ساعة لساعتين على الأقل. بعد كده هنشوف ايه الخطوات اللي بعد كده. غطيناه بشاشة كده هو، أو أي حاجة خفيفة عشان خاطر تدخل الشمس وما تحجبش الضوء علينا بقى. ونحطه في البلكونة. ادي كده العرقسوس بعد ما اختمر حطيناه في الشاشة. وهناخد الشاشة كده ونجيب دورق فيه مية، وهنحط ساقطين فيه الشاشة بعد ما نربطها كويس. سيبها كده 10 دقايق